بعدين أخوي توفى. هذا اللي توفى ما بيتخلوها ولا عنده، وكان راسه عجري. كان راسه عجري؟ إيه. شو يقول لك؟ يصيح ويحكي مع البشر اللي فوق ويقولوا له نطالعك، بعدين هيك بطل يحكي، صح له ما بيرد علي. كان يحكيك؟ كان إيه عم يحكي معي. شو يقول لك؟ يقول لي نطلع ولا نموت، هيك يقول لي. شو قلت له انت؟ قلت له الكاتبة الله دا يصير. قالوا لي في واحد بطل هوني وقبضاي، وهي الصبات هي كلياتها البناية كانت كلها فوقه، صحيح الحكي؟ مزبوط مزبوط. شو اسمك؟ فاخر. انت فاخر بكل معنى الكلمة. الحمد لله على كل حال. سلامتك يا فاخر، الحمد لله على السلامة أول شيء، سلامة إيدك، الله سلامة يسلمك راسك. يا رب. جرحك كبير؟ 3 قطب والله. فاخر مين راح من عائلتك؟ والله راح أبوي وأخوي وأخوي. 4 وعمه 4 وعمه كمان 4 ووحدة بنت يوسف 5، يعني صار العدد 9 أشخاص. 9 من عائلتك؟ 9 مزبوط راحوا. ابتسم، الابتسامة قوية، ينصر دينك. مزبوط. أجمل شيء ابتسامتك وصبرك. تحسين تحكي لي شو صار معكم؟ والله قلنا له كنا نايمين، ولا أبوي فاق وصاح صوت، قمنا كلاتنا اجتمعنا عند الباب من جوا بالبناية آخر طابق. صاح صوت، صح الناس اجتمعنا عند الباب، اجا دا يفتح الباب قام وقع سقف السطوح علينا، وأنا ما غبت عن الوعي ولا شي، بس إنه تميت صابر لحتى اجوا طالعوني. وقت الوقع شو صار؟ أهلك؟ بعدين والله ما بعرف صار فيي، ما بعرف بعدين صار فيي شي أبدا أبدا، يعني أنا لما طالعوني دغري عقدلب. تسمع صوتهم أهلك؟ اسمع صوتين بس بعدين بطل ما بحدا يصيح. ضليت بتسمع صوتهم؟ تميت شي بيجوا ربع ساعة بسمع صوتين، بعدين صحلي ما بحدا يرد علي. تسمع صوت مين؟ صوت أخوي وأختي بس. صحلي لأبوي ما يرد، صيح لهداك ما يرد، بس نصيح كنا أنا وأخوي وأختي. بعدين أخوي توفى. هذا اللي توفى ما بيتخلوها ولا عنده، وكان راسه عجري. كان راسه عجري؟ إيه. شو يقول لك؟ يصيح ويحكي مع البشر اللي فوق ويقولوا له نطالعك، بعدين هيك بطل يحكي، صح له ما بيرد علي. كان يحكيك؟ كان إيه عم يحكي معي. شو يقول لك؟ يقول لي نطلع ولا نموت، هيك يقول لي. شو قلت له انت؟ قلت له الكاتبة الله دا يصير. اختك كانت عم تحكي معك؟ ايه. شو تقول لك؟ صرنا نصيح، ما تقلي شي، بس صرنا نصيح ونعيط لهالخلق. بعدها؟ وبعدين طلعت مثل ما قلت لك ورحت، وما بعرف بعدين ايش صار. وقت طلعت من المشفى امبارح انت ايمتى عرفت انه اهلك توفوا كلهم؟ لما رحت لعندن على المشفى لهون حتى أنا عرفت. الحمد لله. الله يسلمك، الحمد لله على كل شيء. انت قبضاي والبركة فيك. الله يسلمك يا رب. شايف ابتسامتك هي؟ الله يسلمك. شايف صبرك هذا بيعطي درس لكتير ناس. الله يسلمك. انت هلا بعمرك هذا انت اعطيت صبر لالاف الضحايا حاليا اللي لساتهم تحت الانقاض واللي طلعوهم، انت عم تعطيهم صبر. الله يسلمك ويحفظك. مثلك خسر كل عائلته وعم بيبتسم وعم بقول الحمد لله، ما بقى حدا يستحسن غيرك يعني انه يحكي. الله يسلمك. شو بتتمنى؟ والله بتمنى تتعافى أمي وأختي ونتم مع بعضنا، هذا اللي عم بتمناه. ان شاء الله. إن شاء الله يا رب. صوباتهم صعبة؟ والله كسورة وعملية فيه. سامحني عذبتك.
عادي ولا يهمك. الله شو يسلمك. بتعمل هون؟ والله عم نضبضب هالغراض بالأكياس. وين بدك تقعد؟ قاعد والله بدار بيت جدي هلا حاليا. الحمد لله كل حال. هذا المثال الكبير يا شباب اللي في هذا العمر بتحتاجها فيه كل الناس، في هذا الصبر، في هاي الابتسامة. الله يقويك، الله يسلمك. خليك هيك. الله يسلمك. أنا كنت كتير متردد أمامك لقاء إني خايف إنك تتأثر، بس هلا يعني أعطيتنا انتعاش وأعطيتنا قوة أكبر أنت. الله يرحمهم. تعيش يا رب. وكلاتنا بدنا نموت يعني، ولكن الصبر